تشريع او اي قانون جديد. وده بيجي من حاجتين: عدم وجود رؤيه عند المواطن المطلوب منه، او بيكون في مثلا عراقيل او حاجات بتوقف التنفيذ الفعلي على ارض الواقع. فلذلك هو ابتدى الكلام في القانون ده بدايته صح ان هو الكتروني، والتقديم عليه من خلال منصه موحده. وده استخدام وسائل التقنيات الحديثه بقى، الذكاء الصناعي والتقنيات الحديثه، عشان الخدمه تبقى اسهل للجمهور. استاذ ابراهيم، تعليقك ايه في النقطه دي؟ تتناسب كاستثمار كمستثمر موجود معانا على ارض الواقع؟ والله انا بضم صوتي بصوتكم، لان هنا التشريعات المفروض من الانتقال للرقمنه والرقم الموحد للعقارات والاراضي نستغل الناحيه الرقميه هنا او الحسابيه في البرامج بتاعه التسجيل وتقديم الاجراءات، انها بتحدد وقت زمني لانهاء الخدمه. يعني على المنصه ان في دايما اجراءات بتتخذ سريعه، وفي تحديثات، وحتى بيبعتوا المواطنين رسائل SMS مثلا، بيبعتوا يعني في تواصل دلوقتي مباشر بين الجهه المخاطبه وبين المواطنين. ابرز